ومن جديد أرحب بعبد الباري عطوة رئيس تحرير جريدة القدس العربي. هناك موضوعين أريد الخوض فيهما. موضوع الآن كتبت أنت مقال منذ فترة اسمها خلجنة الأردن وشرقنة المغرب. مجلس التعاون الخليجي وجه بكلام يعني أو مبادرة لضم هاتين الدولتين إليهما. ما المغارم وما المغانم في ذلك؟ يعني الآن هؤلاء يتصرفوا بعقلية طائفية. الآن في عملية استقطاب سني شيعي في المنطقة. الآن بدهم يواجهوا إيران الشيعية. كيف بدهم يواجهوها؟ بيقدرش يواجهوها بالقوميين، لأنه كانوا طول عمرهم ضد القومية وضد القومية العربية، ويعتبروا القومية العربية كفر ورجس من عمل الشيطان. فإيش الوسيلة اللي يواجهوا الإيراني فيها؟ هي الصراع المذهبي، يعني إنه حشد السنة ضد الشيعة. طيب الآن مصر خرجت من أمرة اللي هو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أقول الشعب طبعا، أنا أحكي عن القادة. طب بدهم يعوضوها. كيف بدهم يعوضوا مصر؟ لأنهم مصرين أنهم يعاقبوا مصر، لأنه مصر أطاحت بالرئيس حسني مبارك اللي كان خادم عند دول الخليج. الآن يريدوا أن يعاقبوا مصر ويلغوها، أو بعضهم يلغيها عن الخريطة. لماذا لا نرى عفوا أستاذ عبد الباري وجه؟ تفضل. ليش بدك وجه؟ اي وجه؟ وجه الاخر المشرق يعني. طيب بس خلينا اكمل. الاردن بلد طيب ما عندها موارد. طيب يا اخي الاردن تصير تروح كل واحد اردني يعامل معامله الخليجي، والمغربي يروح على الخليج، ويصير اي تكتل يجمع من شمل العرب فيا اهلا به. يا اخي انا ضد هاي. طب ما انا بح صوتي وانا بطالب انه يا اخي يستفيد الامه العربيه من هالفلوس اللي بتروح في اوروبا وبتضيع وبتنشطب في هذا الميلت داون، في الانهيار الاقتصادي. خسروا العرب اكثر من 500 مليار دولار راحت اتبخرت هاي استثمارات واشياء. بعرفش اذا الان يعني تتحسن الوضع او لا، الله يعلم، لانهم عندهم صناديق سياديه خسرت. يعني اللي عندهم تريليون ونص خسر نصهم تقريبا، وهذا معروف هم وغيرهم يعني فعمليا انا من بطالب انه هذه الاموال تستثمر في الدول العربيه، تستثمر في مصر. مصر 12 مليار دولار بتدور على 12 مليار دولار. راح اللي هو عصام شرف زار الدول الخليجيه، ما سمعناش دوله قالت اني استثمر في مصر من دول الخليج. يعني عمليا ورجع مسكين بخفيه حنين زي ما بيقولوا. فعمليا انهم يستثمروا في الاردن، ليش لا؟ بالعكس هذا واجب، هذا فرض عين انهم يستثمروا في الاردن، يستثمروا في المغرب، ويستثمروا في السودان، ويستثمروا في اليمن. طب بعدين كمان انه ما احنا بنقول عندنا مثل الليله السعيده بتبان من العصر. طب هم لو 30 سنه مجلس التعاون الخليجي تاسس 1981، 30 سنه قديش استثمروا في عمان؟ مع عمان دوله خليجيه، ما استثمروش فلس في عمان يا اخي. البحرين ما هي دوله خليجيه، ما استثمروش فلس في البحرين. طب بدهم يستثمروا في الاردن؟ يا ريت قرروا انهم اخر لما صارت الاضطرابات في البحرين وفي عمان قرروا 10 مليار للبحرين و10 مليار لعمان. وينهم؟ سالت انا قالوا ولسه ما وصلش ولا فلس منهم. طيب لا، هي القصد ايضا مو قضيه الاستثمار، قضيه انه هذا المواطن. طيب اسمه مساعدات. مثلا المغرب لديها تحفظ ليس كالاردن، يعني لديها تحفظ انه بجوز هذا ضد ايران والى ما هنالك. لكن الان المواطن الاردني عندما يذهب الى السعوديه، الى قطر، الى الامارات بدون فيزا وبدون شيء، هم بدهمش يذهب، بدهم يذهب كجندي، كمقاتل، يذهب كجندي مخابرات. يعني في اقوى مخابرتين، جهازي مخابرات في الوطن العربي حقيقه هي الاردني والمغربي، هذا معروف في العالم. فهم يريدوا الاثنين، يريدوا أجهزة المخابرات حتى تمنع انفجار حروب اللي هي مظاهرات واحتجاجات وأشياء تطالب بالإصلاحات، وبدهم يريدوا قوات أردنية وقوات مغربية، لأنهم هذول مستودع سني حتى يقاتلوا إيران لو وقعت الحرب مع إيران في فترة لاحقة. ليش؟ لأنه الأردن ما فيش فيه شيعة، فمع مضمون ان هذول سنه. المغرب ما فيش فيها شيعه، هذول مضمونين سنه ومالكيين. ليش؟ لانه سنه 1990 لما غزا صدام حسين الكويت كويس محتلها، السعوديه طلبت قوات باكستانيه، اكتشفوا لانه وين بدهم يحطهم في المنطقه الشرقيه اللي عند حفر الباطن، وعند عند اللي هو المنطقه الشرقيه اللي فيها النفط والظهران والدمام، وهذه فيها شيعه. لكن بس خلينا نكمل. فجاءت القوات الباكستانيه، اكتشفت السعوديه انه في شيعه باكستانيين، فقالوا ما اعتقد لما نزير بوتو وبعدها نواز شريف اللي اخذ بعدها انه لا يا اخي جيبوا لنا قوات سنيه بس. قالوا على كيفك، هذا شعب باكستاني، لكن احنا فيش عندنا سنه وشيعه، احنا عندنا هذا جيش، والجيش فيه السنه والشيعه. فالان بدهم الاردنيين وبدهم المغاربه، لانه هذول فيش فيهم شيعه. باختصار بس كانوا اخذوا اليمن هي باست الايادي في الخليج لتنضم لمجلس التعاون الخليجي. كانوا اخذوا اليمن لا كيف ياخذوا اليمن؟ ما اليمن فيها زيديه، والزيديه احد فروع الشيعه. ما هي كمان هي النظره.
طب ما كان اليمن اخذوها، ليش ما اخذوها؟ ده ضحكوا على اليمنيين، قال لهم انه قدموا طلب اليمنيين، وصار لهم بيستنوا 10 سنين. وين وجبوهم؟ جابوهم في دوره الخليج عشان يضحكوا عليهم يغلبوا الفريق اليمني، لانه الفريق اليمني اضعف فريق، ويضحكوا على اليمنيين، يعني ينزلوا بوزراتهم في الملعب ويغلبوهم. هاي القصه. طب ليش ما اعطوا لليمن استثمارات؟ لو اعطوا اليمن استثمارات ما صارتش الثوره. لو اعطوا اليمن مساعدات كان. طب بعدين ليش اليمن تستنى 10 سنوات حتى تدخل مجلس التعاون الخليجي وما بدخلوهاش، بينما الاردن بقول لك الان تدخل، المغرب الان تدخل. يا اخي ما احنا يعني بدنا اياهم يترفعوا على هالنظره الطائفيه. ستؤثر هذه على مثلا الجامعه العربيه الان في مرحلته الجديده، ونبيل العربي الوزير الخارجيه الجديد؟ يعني الان بدل ما يروحوا للجامعه العربيه ويقووا الجامعه العربيه ويقووا الرابطه العربيه ويترفعوا على اللي هي هذا السياسات ما قبل الحرب البارده، يجوا يعني يتغيروا زي ما الثورات بتغير المنطقه. الان الانظمه هذه انظمه لا زالت تعيش في الماضي. نبيل العربي جاء امينا عام للجامعه الدول العربيه، نبيل العربي يمثل ثوره، بكره حتواجههم مشاكل كبيره معه. يعني مره رئيس وزراء الكويت عمر موسى قال له انت السيجار هذا اللي تدخنه، هذا السيجار هذا من فلوسنا. نبيل العربي قال لا عمر موسى اللي هو الشيخ صباح، نعم. يعني اعتقد كان وزير خارجيه، قال له هذا السيجار يا مزمه، هذا السيجار دخله، هذا من فلوسنا. قال له سكت ما حكى. نبيل العربي حيقول لا مش من فلوسك، هذا من فلوسنا. هذا احنا بندخن سيجار من قبل 7000 سنة. هناك معلومات فعمليا الجامعة العربية الآن حتتغير. يعني مش زي زمان يجي اللي هو عمر موسى يبرر لا مش حتصير هيك. الآن حتتغير الصورة، أو نتأمل أن تتغير، لأنه هذا جاي من رحم ثورة في ميدان التحرير، مش جاي من مستودع وزارة خارجية حسني مبارك. لا، هذا جابت الثورة، جابت قيم الثورة. فعمليا العرب ربما الآن بدهم يحاولوا يقوضوا جامعة الدول العربية زي ما قوضوها 1990 عندما عملوا دول إعلان دمشق إذا تذكر. وبعدين بعدها يعني صارت اللي هي قصة المجالس العربية والمجالس الخليجية والمجالس المغاربية لإضعاف الجامعة. لا، إذا بدنا إحنا نتصدى للمشروعين الإيراني والمشروع الإسرائيلي، المشروع الإيراني المشروع الإسرائيلي والنهوض التركي، إحنا كعرب إن ما لناش إلا نعزز الجامعة العربية ونعزز العمل العربي المشترك. مصطفى الفقي ليه يعني استبعدوه؟ مصطفى الفقي هو الوجه الجميل للحزب الحاكم الذي يتصل المعترضون القبيح. لا، مصطفى الفقي ما كان عليه إجماع. مصطفى الفقي رجل يعني كان محسوب على عهد حسني مبارك، وكان اللي هو رئيس قسم المعلومات في مكتب الرئيس مبارك. ومصطفى الفقي قال يعني عمل تصريحات كانت مسيئة جدا، قال انه اي رئيس قادم لمصر يعني يجب ان توافق عليه امريكا واسرائيل، وايد التوريث. فعمليا لا يليق بمصر الثورة انها تاتي بواحد من العهد القديم. ليش ما يجي واحد يعني منسجم مع التغيير الجديد في مصر، اللي هو زي نبيل العربي اللي اول تصريح قال انه نحذر اسرائيل من العدوان على قطاع غزه، ولولا التغيير في مصر لاعتدت اسرائيل على قطاع غزه، وقال لا نسمح باستمرار الحصار على اهلنا في قطاع غزه، وفعلا معبر رفح مفتوح للرايح والجاي. هذه الروحيه ما بدهم اياها، ما بدهمش اياها. يعني عمليا يعني جميل يكون فعلا انسان يمثل مصر الحديثه، مصر المستقله، مصر اللي استعادت دورها. طيب الان عندك مصر الديمقراطيه. عندنا مشهدين الان، انتفاضات عربية وامين عام جديد. ستدخل الجامعة العربية فيما عجزت عن تحقيقه بالأمس أو بالسابق؟ يعني هو شوف، يعني أكيد يعني ستحاول الأنظمة العربية الدكتاتورية الفاسدة أن تضع عصي في عجلة الجامعة العربية في عهد الجديد، في عهد السيد نبيل العربي، وهو شخص مثقف ومتعلم ومحامي ووطني. يعني سيحاولوا ترويضه زي ما روضوا السيد عمرو موسى، زي ما روضوا قيمله. هم يريدوا شخص مستأنس زي عصمت عبد المجيد، زي لكن هو عفوا عبد الباري ليس هو شخصا نافذا، هي سياسات هذه الدول، ويقولون نحن موقفنا كذا، نحن موقفنا كذا، لكن ولا يستطيع أن يفرض رأيه أو توجهه على دولة ما. يا سيدي صح؟ يفرض هيبته. لا هذا يفرض هيبته، بقول لهم لا بمشيش لسه ما بدكم. يا سيدي بلاش يعمل لنا نشاط ثقافي كويس عربي كويس، يعمل لنا يا سيدي مركز أبحاث جيد، اللي يعمل لنا مؤتمرات جيدة مثلا، وخلاص مش خليهم يلعبوا باللعب الطائفي زي ما بدهم، وخليهم يتورطوا في سوء أعمالهم. يعني يعملها يا سيدي، يعملها مؤسسة ثقافية لغاية ما يعني تنتشر الثورة في الوطن العربي، وتأتي بأنظمة ديمقراطية، أنظمة محترمة، أنظمة عندها يعني مواقف تجاه أنظمة تريد مشروع عربي،
مشروع عربي يتصدى للمشاريع الأخرى والمشروع الإسرائيلي على وجه التحديد. يعني هذا هو مطلوب من أمين عام الجامعة العربية، يعني ما يكونش شخشيقة، ما يكونش دندول، يعني ما يكونش شرابة خرج، يكون عنده شخصيته ويكون عنده هويته. وأعتقد السيد العربي سيكون كذلك. شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي على هذه الساعة. هناك خبر بأن هناك استشهد قبل قليل في سوريا الشاب أحمد بن زهير العزب في مدينة دارية نقلا عن شبكة أوغاريت، وانتشار كثيف جدا في الدبابات وناقلات الجنود في المنطقة الشمالية في إدلب وحلب. شكرا جزيلا لكم سعد عبد الباري، كما أشكركم أيها السيدات والسادة على حسن متابعتكم. دمتم الله يرعاكم الله معكم.